من أكتر أسباب المشاكل في العقيدة والإلحاد والانتقال الفظيع من الالتزام إلى الخروج عن الدين والخروج عن تلاقي البنت قلعت الحجاب، تلاقي الولد بطل يصلي، تلاقي بقى رافض لكل ما هو يمت إلى الدين بصلة. هو العنف، هو الإجبار من قبل الأهل على الدين. الحقيقة الموضوع ده الواحد بيشوفه، خلينا نكون صريحين وصادقين مع نفسنا، إن تلاقي البنت أبوها بيجبرها على الحجاب أو بيضربها على الحجاب، أو الولد أبوه بيشد عليه عشان الصلاة أو عشان يبعد عن صحاب مش كويسين، أو بطريقة منفرة فعلا، فعلا منفرة. مش بس يكرهها في الدين، يكرهها في الأب أو الأم نفسه، يخلي الأب يعني صورة للدين وصورة منفرة عن الدين. شفت الكلام ده وكلنا شفناه. خلينا نكون صادقين مع نفسنا إن البنت أول ما بتتمكن وتبقى معاها فلوس وتشتغل، أو الولد يبقى مستقل عن أهله، بتلاقي البنت قلعت الحجاب والولد ساب الصلاة، بقى بيقاطع الدين وبيقاطع أهله، وحاسس إنه هو كده أو هي كده تحررت من القيود اللي كانت مجبورة عليه. عشان كده أنا هنا عايز أوجه يعني رسالة للأهل، سواء أب أو أم أو زوج، اللي بيشدوا على ولادهم أو زوجاتهم أو كده، ورسالة برضه للشخص اللي اتأذى ده، اتأذى نفسيا، وهو فعلا اتأذى نفسيا أو اتأذت نفسيا من الضغط اللي وقع عليه. أول حاجة، كأب أو كأم، ما ينفعش تسيبه أو تسيب ابنك سنين لا بتحببه فيك ولا بتحببه في دين ربنا، ولا بتكلمه عن نعم ربنا وعن فضل ربنا وعن الخير بتاع ربنا، ولا بتحببه في القرآن وفي الدين، وبعد كده مرة واحدة تضربه عشان يصلي، تضربها عشان تلبس الحجاب، تجبره انه يحفظ القرآن ولا انه يعمل اي يبعد عن صحاب معينين او كده. ما ينفعش، ما ينفعش. الدين مش بالإجبار، الدين ما ينفعش يجي بالإجبار. كان لازم إنه وهو صغير تاخده في حضنك، تاخدها في حضنك، تكلمها، تكلمه عن نعم ربنا، تحسسه كل الخير اللي هو عايش فيه والفضل اللي موجود ده نعمة من ربنا، تحببه في ربنا، تحفظه القرآن كفهم وكشعور، مش مجرد ألفاظ بيكررها. ما ينفعش إنك أنت تسيبه سنين وبعدين تيجي وهو عنده 15 سنة عايز تغيره. ما ينفعش. ولازم يكون في عندك رفق، لازم يكون عندك لين. ما ينفعش الأسلوب العنيف ده، ما ينفعش، ما بيجيبش نتيجة، بيجيب نتيجة عكسية، بيجيب نتيجة عكسية. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. فين أنت من الرفق؟ فين من الرفق أنت؟ ده نعمة كبيرة قوي. لو اتشال من قلبك الرفق واللين، شوف ربنا من حرم الرفق فقد حرم الخير كله. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لما ربنا أمر سيدنا موسى، سيدنا هارون، أنبياء، يروحوا لفرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، يتكبر على الناس وظلمهم وقتلهم، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني أنت أحسن من موسى ولا بنتك دي أوحش من فرعون؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، لما الصحابة، شباب من الصحابة أصروا عليه وحرتهم بقى الحماس بتاع الشباب إن هو يخرج ويحارب بره المدينة، وبعدين كاد النبي أن يقتل وراسه اتفتحت واسنانه اتكسرت وأشيع إنه قتل، وبعد الغزوة على طول تنزل الآيات: فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين اللي انت لنت للشباب دول وسمعت كلامهم وشاورتهم وخدت برأيهم، دي رحمة من ربنا، دي انت مش غلطان. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكر كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر: لو كنت فظ غليظ القلب، الصحابة اللي بيفدوا النبي بأرواحهم دول كانوا انفضوا من حولك. فأنت متخيل لما تبقى فظ وغليظ القلب مع أولادك، مش هينفضوا من حولك؟ لا، هينفضوا، وهينفضوا عن الدين كمان، وانت تبقى سبب للأسف. يعني هنقول دايما ايه دعاء ما نفكرش فيه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. احنا بنبقى احيانا فتنة، بنفتن الناس عن دينها. انك تكرهه في دينه، انك تكرهه في الصلاة، في الحجاب، في القرآن، في الخير، حرام عليك. شوف، انت مش احسن من النبي ولا ولادك دول يعني احسن من الصحابة. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. برضه بعد الغزوة، بعد اللي حصل ده كله، ايوه، ايوه، لازم
لإن الدين إقناع وحُب ورحمة، مش إجبار، مش عنف، ما ينفعش. خلّيك هيِّن، حُرِّم على النار كل هيِّن، ليِّن، سهل، قريب من الناس. وراجع نيّتك، هل أنت نيّتك إنّك أنت بتضرب بنتك على الحجاب عشان فعلًا أنت خايف عليها وعايزها تقرّب لربنا، والّا خايف على صورتك قدّام الناس، إن يبقى قال ده الشيخ فلان اللي بيروح ويصلّي وبنته مش محجبة، والّا خايف على إن صورتك قدّامهم، إن أنا عندك كِبر، عندك غرور، عندك إحساس إن هي ما بتسمعش كلامك يبقى أنت مش فارض سُلطتك عليها؟ راجع نيّتك، لو نيّتك إنّك تقرّبها لربنا مش ممكن هتضربها، مش ممكن هتبقى عنيف معاها. هتكلمها عن ربنا، هتخلّيها تحب ربنا وتحبك، هتصبر عليها، هتحاورها، هتقنعها. وخلّيني بقى أوجّه رسالة للعكس، للبنت اللي اتضغطت دي، أو الولد اللي اتأذى نفسيًا من تصرفات أبوه وأمه ده، أو من تصرفات زوجها أحيانًا. أنا عارف إن الأسلوب ده كان غلط، بس خلّي بالك النية والهدف اللي كان عايزك يعمله كان صح. يعني الأب اللي بيضرب ابنه عشان ياخد الدوا أو عشان يذاكر أو عشان يصلّي، العيب مش في الدوا ولا في المذاكرة ولا في الصلاة ولا في التمرين، العيب في الأسلوب. الأسلوب غلط، بس ما تخلّيش الأسلوب الغلط ده يبعدك عن الصح. الحق نَفْسك وخلّيك صادق مع نَفْسك، ما تضحكيش على نَفْسِك، ما تخلّيش الشيطان يضحك عليكِ. أنتِ لمّا بتعندي وتقولي أنا خلاص بقى استقليت عن أبويا فهاعمل كل عكس اللي كان أبويا بيقول عليه، لأ، أنتِ بتضُرّي نَفْسِك مش بتنتقمي منّه. العِند ده والهوى والكبر ده هيضرِّك أنتِ مش هيضُرّه هو. هو غلطان، أنا م أنا مت أنا أنا مقتنع تمامًا إن هو غلطان، وإن هو أذاكِ نفسيًا، لكن الأذى ده ما تخلّيهوش يمتد إن كمان تأذي نفسِك، وتمشي في السكة الغلط، وتخلّي الشيطان وأصدقاء السوء يصُدّوكِ عن سبيل الله، بدافع كإنِّك أنتِ كده بتنتقمي أو بتطلعي من طوعه. لأ، بالعكس، أنتِ اعملي الصح وخلّي أسلوبِك أنتِ أحسن، اتعلّمي إن أسلوبِك يكون أحسن مع بناتِك ومع أولادِك ومع أهلِك بعد كده. وعارفة بقى درجة عالية جدًا من البِر، إن لمّا تنضجي وتكبري وتفهم بقى إن كان اللي بيحصل ده كان عشان مصلحتك وإن كان الأسلوب وِحِش، إنّك تسامح وتعفو وتقول سامحته، هو أذاني نفسيًا وتعبني وأثّر عليَّ، بس أنا مسامحاه، مسامحاه عشان ربنا سبحانه وتعالى. فما تخلّيش الأذى اللي جالك ده يأذيك بقى في حياتك كلّها، لإن في الآخر إيه، قُل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. مصلحتك ومصلحتك إنِّك تبقي مع ربنا سبحانه وتعالى، إنِّك في الآخرة تبقي تعطي ربنا وعملتِ اللي ربنا أمر بيه. فبعقلِك وبقلبِك وباختيارِك وبإقناعِك اختاري الصح، واختاري الدين المضبوط، واختاري ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كان الأسلوب ده وِحِش، ما تخلّيش الأسلوب الوِحِش ده يكرّهِك في الصح.